بسم الله الرحمن الرحيم. حامد حمدان اهلاوي. ايه يا عم الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حامد حمدان اهلاوي على مسؤوليتي الشخصيه. صلاة ده كده مطرت مش مدعت. ها شفت انا الثقه اللي بتكلم فيها يالا؟ شفت الثقه يالا؟ في الاخر انت عارف الخبر ده هيلف ويحطه فين. طبعا انت فاهم وانا فاهم، لكن اللي انت مش عارفه النهارده حلقه مهمه جدا. اخواتي الكاتبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم زي ما قلت لكم في الميركاتو واخبار الصفقات. بص يا سيدي، تعال نتكلم في حته مهمه جدا. الاهلي بعد رحيل وسام ابو علي لم يلقى ضلاته لحد النهارده، حتى في جراديشار المهاجم اللي جابه نيتس جراديشار لم يقنع الاهلي ولا مسؤوليه ولا جماهيره. النهارده وخبر مهم جدا، وقلت لك في الفيديو اللي فات ان الاهلي عاوز الجزار وعاوز اسامه فيصل. النهارده خبر مهم جدا على لسان واحد انا اثق فيه جدا، ان الملياردير ياسين منصور نائب رئيس النادي الاهلي تواصل شخصيا مع مسؤول البنك الاهلي من اجل التفاوض على اتمام التعاقد مع اسامه فيصل مهاجم منتخب مصر والبنك الاهلي. والحمد لله لما قلت لك خبر كنت واثق فيه، والنهارده اتاكد لي. فياسين منصور عاوز يعقد جلسه مع مسؤول البنك الاهلي للتفاوض رسميا على شراء عقد اسامه فيصل. طب هقول لك على حاجه، هل هي المشكله في اللعيبه؟ يعني انتوا لامين نص لعيبه الدوري المصري السوبر كله، فاضل بقى اسامه فيصل هو اللي هيجي يعدل الميله؟ طبعا لا. اسامه فيصل مهاجم كويس ما تقولش عشان خاطر مش في الزمالك فانت متضايق، لكن اسامه فيصل بقى له فتره ارقامه حتى مش احسن حاجه، لكن اسامه فيصل هيبقى بديل لوسام علي لا نهائي. فالاهلي على الناحيه الثانيه بيدور برضه على مهاجم اجنبي، وعندك مفاجاه في الاخر بخصوص مهاجم الاهلي الجديد، او ممكن تكون مفاجاه لكن خلينا نشوف الظروف هتحكي تقول ايه. لكن اول خبر معانا الاهلي زي ما قلت لك بيحاول يخلص في الجزار واسامه فيصل من البنك الاهلي. بص بقى يا سيدي، كل يوم في نادي الزمالك في متغيرات جديده، لكن الثابت تلاقيه هنا عند الاونز. لما قلت لك ان الزمالك مخلص كل حاجه مع طارق مصطفى، كانت الاداره فعلا مخلصه كل حاجه، وقلت لك المشكله بسبب الكابتن عبد الناصر محمد وبسبب مدير الكوره، وقصه كبيره طويله عريضه لحد النهارده الزمالك ما استقرش على تعيين طارق مصطفى مديرا فنيا نادي الزمالك. اي نعم مخلصين كل حاجه، لكن في مشاكل دايره ما بين الاداره وما بين المدير الرياضي، ما بين نادي الزمالك وما بين جون ادوارد. ليه؟ لان النهارده الايه اتغيرت خالص بعد كان مجلس الاداره مايل لقراره في انه يجيب طارق مصطفى او اي مدير فني مصري مدير فني نادي الزمالك. النهارده جون ادوارد خلي بالك مش عاوز مدير فني مصري لنادي الزمالك، ودي حط عليها 300 مليار علامه استفهام. ليه؟ هنعرفوها لو جه مدير فني اجنبي، لان النهارده الرؤيه اتغيرت في نادي الزمالك. بمعنى ايه يا انز؟ دلوقتي نادي الزمالك بيفكر انه بدل ما يصرف فلوس كتيره في انه يفك القيد ويعمل يجيب مدير فني اجنبي يطلع حاجه كويسه من الناس دي. انا مع القرار ده في حته واحده بس. هتقول لي يا انز طب ومش هنجيب صفقات ونخش بالسكواد ده بقيه الموسم؟ هقول لك بس اسمع مني. ايام فيرا انت ما كانش عندك سكواد سوبر، فخدت بيه الدوري وعملت بيه ماتشات كويسه، وكان عندك لعيبه من الناشئين زي سيف فاروق جعفر وزي يوسف وسام نبيه وكسرت الدنيا وخدت الدوري. حلو. فانا النهارده باللعيبه اللي عندي احل ازماتهم الماديه وادوهم فلوسهم واسيب الموضوع لحد نهايه السنه لسه في حوار غلق القيد وحوار ان انا اشوف صفقات جديده واجيب مدير فني حته تقيله. انا مع القرار ده. لكن انت هتخش لي انت النهارده انا قلت لك المفروض نادي زكي يعمل الصح، يشوف الصح وما يخافش من الجمهور. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي زي ما قلت لك هجيب مدير فني نضيف تقيل يحرك لي اللعيبه اللي ميته عندي دي واعمل بيه سكواد كويس. ما خلي بالك المدرب ده يقدر يعمل حاجات كويسه. اي نعم ازيك في صفقات، اي نعم هنعيط طول الموسم، اي نعم هيطلع ننتقد برضه المدير الفني ده، لكن ده رايي اللي انا بشوف. لو انت انا محتاج رايك بالله عليك في الحته دي. هل انت مع رايي باستخدام مدير فني اجنبي جديد والابقاء على الصفقات دي، ولا نجيب مدير فني مصري ويجيب لك لاعبين ثلاثه ممكن ما يكونش ما يكونوش احسن من اللي عندك كمان؟ يعني ممكن ما يكونوش احسن من اللي عندك وتلبس فيهم فتمشيهم فتخش بدايه الموسم اللي جاي بقضايا قد كده. فرايي لو هتجيب مدير فني تقيل وما تجيبش صفقات وتحوش فلوس وتفتح القيد في بدايه السنه، انا مع الموضوع ده. ويبقى عندك مبلغ، بس الكلام ده لو عندك ناس بتراعي ضميرها
في اللي انا بقوله ده انك تجيب مدير فني كلاس ايه، لكن لو هتجيب لي مدير فني بنفس السي في اللي كان عندك مدرس الالعاب بتاعك هناك في هيرا، فالموضوع هيبقى صعب فوق ما تتخيل. لكن الصح زي ما قلت لك ان انا اجيب مدير فني اجنبي ويبقى عندي ناس بتشتغل بما يرضي الله في مجلس الاداره، وتحل بقى مشاكلك الاداريه وتجيب فلوس وتشوف مصادر وترضى بالارض البديله. ده هم عايزين يعملوا كده اصلا، ما كانش هم اصلا وافقوا على الارض البديله، وتجمع فلوس ودخل استثمارات وبدايه موسم نتكلم. فاهمني؟ عكس كده لا يا عم مش هينفع، وازاي كده داخل في سكه صعبه جدا جدا جدا. فتعالى النهارده بمناسبه الموضوع الصعب جدا، ولقيت ناس متلخبطه في موضوع القضايا، هل الزناك ليه فلوس، هيندفع فلوس، هل بص يا سيدي، قصه عبد الحميد معالي اللي ما خدش فلوسه ولا صلاح الدين مصدق بالنسبه للقضايا دي في قصه الاجانب اللي هيرفعوها طبعا ضد ناس زيك، لو الزمالك ما خلصش، حط هتعمل خط، ما خلصهاش ودي قال له هتروح المحكمه، الزمالك بنسبه خط 100% سيعاقب بعقد اللاعبين دول كاملا، عبد الحميد معالي او صلاح الدين مصدق. اللي انا في بدايه الموسم لو ترجع لفيديوهاتي طلعت واتكلمت وقلت يا جماعه لو كان جاي له عقد من الوداد مشوه لسهوله تعويض مركزه ولتخفيض النفقات الاجنبيه واجيب مكانه لعيب اجنبي كمان. محدش سمع، محدش اتكلم. تخيل بالك في خبر هيبقى مصيبه، الخبر ده هقول لك قدام دلوقتي لو كان ده فعلا هيحصل. لكن بالنسبه لقصه بنتايج، عشان الناس بتتكلم النهارده صفحات بيضه بيطلع يقول لك خلاص بنتايج فسخ عقده والاهلي بيفاوضوا والاهلي اصلا مخلص كل حاجه زي ما قلت لك قبل كده مع رجاء مع بالعمري. فاقول لك حته مهمه جدا بالنسبه لقصه بنتايج فلوسه خد جزء منها، ولو فسخ دلوقتي لسه المده القانونيه ما جاتش لفسخ عقده، فلو فسخ عقده دلوقتي الزمالك هيبقى ليه حق في قصه، حط خط في قصه بنتايج سواء اي نادي او اي دوري او اي حاجه او واحد اهلي حتى او واحد في الصيف، الزمالك هيبقى ليه الحق. فدي القصه بالكامل عشان محدش يضحك عليك ويقول لك اصل ده فسخ عقده ومشي. وبالمناسبه بنتايج مش عايز يمشي، بنتايج عاوز فلوس، يعني عاوز يكمل اديله فلوس يكمل، ما تديلوش هيمشي، ودي طبيعه الدنيا، انا وانت عارفين الكلام ده كله، الحياه كلها ما عباره الا عن فلوس. الخبر اللي جاي مهم جدا، في كلام النهارده انتشر عن الزناري، وقال لك كمان ان الزناري الزمالك عاوز يتكلم او اتكلم كمان مع مسؤولي البنك الاهلي لفسخ اعاره الزناري وعودته تحسبا لرحيل حسام عبد المجيد. كل اخبار دي في شنك، الزمالك ولا اي حد مجلس الاداره ولا جون اداره حتى اتكلم مع مسؤول البنك الاهلي لحد ينزلوا الفيديو ده عن عوده الزناري مره ثانيه للزمالك. طب ايه انزل الخبر اللي كنت بتتكلم عليه؟ هما خبرين مهمين جدا. اولهم في كلام طالع ان احمد الجفالي اللي الزمالك اعاره للسعوديه في الدوري السعودي فريقه فسخ التعاقد معاه وهيضطر انه يجي على نادي الزمالك. فلو الخبر ده صحيح فانت في مصيبه كبيره، مصيبه لان انت اصلا مشيته عشان مش مقتنع بيه، والمصيبه الثانيه انه ما لعبش اصلا في السعوديه حوالي غير نص ماتش او نص دقيقه كمان او نص ساعه، فانت لا شفته ولا لعب ولا اتجرب، هيجي عندك يعمل ايه؟ الله اعلم. لو الخبر ده صح فالزمالك في مصيبه كبيره. تاني حاجه ودي المفاجاه الكبيره، فيستون مايلي مهاجم بيراميدز ممكن يكون مش موجود في صفوف بيراميدز في بدايه الموسم. تاني فيستون مايلي جاي له اكتر من عرض لحد اللحظه ولحد الفيديو ده مفاوضات بيراميدز مع مايلي لسه ما تمتش وفي معوقات كتيره، بس انت عارف وانا عارف ان بيراميدز لو كايش الموضوع هينتهي، لكن لحد اللحظه دي بيراميدز ما خلصش مع فيستون مايلي. واللي بيقول لك ان الاهلي، ودي ممكن تكون مفاجاه بس انا ما اتوقعهاش وحط ده مليون خط، ان الاهلي عاوز فيستون مايلي رد على صفقه حامد حمدان. اقول لك صعبه لهدف الاهلي يقدر يجيبه راتب اللاعب، اقول لك الاهلي يجيبه بلاش، راتب اللاعب هيتخطى ال 150 مليون جنيه. ازاي يا انزل بيقول الكلام ده؟ لان فيستون مايلي جاي له عقد يتخطى ال 2.5 مليون دولار من احد انديه الدوري السعودي. فيقول لك فيستون مايلي في الاهلي تتوقعها صعب، يعني تتوقعها ممكن، لكن تنفيذها ممكن يكون صعب على ارض الواقع. لكن مع وجود طبعا، وخلي بالك ده قالها احمد عبد الباسط الصحفي الاهلاوي، ان الاهلي عنده ازمه ماليه. الاهلي بجلاله قدره عنده ازمه ماليه،
تقول لي ليه؟ اقول لك سبحان الله، كان بيطلع يتكلموا على جوائز كاس العالم للانديه والاهلي دخلوا كام مليار ومش عارف ايه. ده الاهلي ودي مفاجاه كبيره قد يتجه لفسخ، حط تحت مليون خط، فسخ التعاقد مع اشرف داري ونيلس جراديشار، لان الاهلي عارف يمشيهم، لا الاهلي عارف يمشيهم ولا بيستفيد منهم. فبقول لك ان احنا وديا نتكلم معاهم نفسخ العقد وندوم على الاقل راتبهم، ده لو وصلت انهم ياخدوا عقدهم بالكامل ياخدوه بالتقسيط ويمشوا بره النادي الاهلي. خلينا نشوف الايام الجايه فيها متغيرات كتيره جدا، لكن بكره احنا عندنا حلقه مهمه جدا في مباراه مصر وبنين، وحط تحتها مليون خط، وهنبدا نشوف اداء المنتخب هيتحسن مع كابتن حسام حسن. لان في ناس كلمتني وقالت لي انت ضد الكابتن حسام، انا ضد الاداء اللي بيقدمه كابتن حسام، مش ضد حسام حسن خالص. طبعا اسطوره الكره المصريه ومهاجم لا غبار عليه وراجل يعني 100 100، لكن اداء هيتحسن. انا برضه كان ادائي احسن مع كيروش لما وصلت برضه النهائي قدام السنغال ونزلت ضربات الجزاء. فانا مش ضد حسام حسن، انا ضد الاداء اللي ملوش ملامح مع الكابتن حسام حسن. خلينا هنا ننهي الحلقه لان انا وصلت وطولت عليك في الكلام. لو عجبك كلامي واول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ما عجبكش كلامي وفي حاجه مزعلاك ممكن تقول عليها في الكومنتات، وان شاء الله بنكون حلقه جديده والسلام.